رقم 19 تصميمات المباني. طبعا كل كوم وتصميمات المباني هناك كوم تاني خالص، فيها رقي وذوق يخليك تحس انك سافرت بره مصر. رقم 20 النوادي الرياضيه والمتاحف وغيرها من الانشطه اللي هتوفر للزوار وقت لذيذ. طب ايه عيوب الشراء والاستثمار في العاصمه الاداريه الجديده؟ رقم واحد، في ناس انتقدت سعر الوحدات الاداريه والتجاريه وشايفين انها مبالغ فيها، وهنتكلم في فيديو تاني عن ايه اللي بيحدد سعر المتر. رقم 2، اسعار المشروعات السكنيه في العاصمه الاداريه مناسبه لفئه معينه، بس ده طبيعي لان هي هتكون مكان مميز وحاليا اقساطها معقوله. رقم 3، دلوقتي في شبكه مواصلات بس مش قويه، لكن هيتنفذ شبكه مواصلات قويه هتربط العاصمه بالمناطق البعيده والقريبه. رقم 4، معظم المشاريع لسه تحت الانشاء، لكن من اللي تم في خلال السنين اللي فاتت والمباني الحكوميه والبنوك اللي جهزت نقدر نقول ان سرعه التطورات في العاصمه ممتازه. واخيرا، لو محتاج نصيحه او مساعده في انك تشتري في العاصمه كلمنا او ابعت لنا وهنساعدك توصل للي يناسب ميزانيتك وتشتري وانت مطمن.